العاصفة الثلجية التي ضربت أنحاء من ميشيغان، استغل السكان الطقس المشمس لممارسة هواية التزلج. وفي مدينتي ديربون وديربون هايتس ذات الأغلبية العربية واللبنانية وكذلك أمريكيين من أصول متعددة، اغتنم السكان الفرصة للتمويه عن أنفسهم بعد صقيع وحجر دام لفترة طويلة. في منطقة هاينز درايف المحاذية لمدينة ديربون طغى مشهد الأطفال وكذلك الكبار على التلال التي شهدت زحمة كبيرة. المشهد في هاينز يقابله مشاهد مشابهة في غرب ديربون، حيث تحولت تلال الأماكن العامة إلى منتجعات تعج بالزوار من كافة أطياف المجتمع. وكان لموقع بنت جبيل وديربون بالعربي جولة بين تلك الجموع لتظهر انبعاثات السرور في نفوس السكان، حيث تحولت أيام الأسبوع إلى كرنفالات يومية على بياض التلال والمنحدرات. احنا بنروح سلادق مش كل جمعة every year one بلا نروح المدرسة بس يوم عطلة. I like coming to sled because like we get to spend time with family and we get to find big hills to go on. I came with my dad and my brother and my cousins. مع اخواتي مع البابا مع الكازن تبعنا couldn't hold on. And I told my dad was turning and I told him to like stop. عم نلعب بالثلج، ننزل على التلة وحلوة. حلو وثلج حلو والحمد لله، يعني بنغير جو من القعدة بالبيت ونعمل أجواء، نطلع من البيت. ايه حلو الواحد ياخذ ذكريات للثلج والأوقات الحلوة. هلا بضيعتنا كمان في ثلج والحمد لله كنا نلعب نحن وصغار وبعدنا عم نلعب بالثلج. نحن رحنا 6 feet in the air وخبطنا بالأرض. يشار إلى أن الولايات المتحدة ومنها ميشيغان تشهد عواصف قطبية حملت معها الصقيع والثلوج. الجدير بالذكر أن جائحة كورونا المستمرة التي عصفت مؤخرا في مقاطعة وين قد انخفض عدد الإصابات فيها بدرجة كبيرة مع التزام الأهالي بالإجراءات الوقائية.